طيب بالنسبه لنبيل ابو زيد، في وقعات تانية حصلت معاك او مع لعيبه ليك؟ في محمد رزق مثلا، كان صاحبي طبعا، في اه. المقاولين بحكم ان هو كان معانا في المقاولين. آه، كان مكسر الدنيا في الوقت ده. حلو. فكلمني ان هو عايز يمضي محمد رزق. اه، بما انه كان هو وكيلك فلو اه بتساعده. بالظبط. بالظبط، خلاص هو اه. قال لي انا عايز محمد رزق، عايز اكلمه بتاع، فكلمه ومضى معاه وركن العقد بتاعه. مم. كابتن تامر النحاس مضى رزق. كان عايز يوديه اه. بقى الاهلي ولا ايه؟ ساعتها في الوقت ده هو اللي مضاه فعلا. حلو. قال لي انا هفشخ صاحبك ليه؟ كده. قال لي هبطله انا، قال لي مش هو ماضي لي وراح ما بيردش عليا وراح مضى لتامر نحاس. اه. وانا شفت عقد عنده فعلا، العقد متوثق باتحاد الكوره. لا تاني كده عشان مش واضحه، يعني هو دلوقتي انت جبت له رزق بقى مضاه معاه مضاه مضاه تمام، ركن العقد. عشان ما فيش نادي. ما اعرفش بقى في ما هو ما القصه دي جابلوش حاجه بقى، يعني ما ما اعرفش جابلوش في اصلا الوقت نادي. ده، ما اعرفش هو ركنه ليه، الله اعلم بقى اه. هو ما هو الطبيعي ان هو ما فيش اه حاجه جت بالظبط. فبالتالي موجود. حلو. المهم فبعدها بيقول لي انا بكلم رزق ما بيردش. فرزق كان صرف نفسه بقى اه مع مع كابتن تامر تامر النحاس، نحاس تمام. تمام. فبكلم رزق بقول له يا ابني كابتن نبيل عمال يكلمك انت ما بتردش ليه؟ امم. قال لي عادي يعني انا مضيت مع كابتن تامر نحاس وخلاص على كده. قلت له ازاي ده موريني العقد بتاعك ومتوثق من اتحاد الكوره. اه. قال لي لا 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 سيبك منه ده مضروب. مضروب. اه طب والله. وازاي مضروب ومتوثق من اتحاد الكوره؟ ما اعرفش. انا الكلام لسه ده لحد دلوقتي مستغرب كلام زي ما خطير بقول لك يا كده، عزت. والله انا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله لك ايوه، لحد لا دلوقتي. طب ازاي، لا ازاي انا لعيب دلوقتي بيقول لك العقد مضروب، انا موثق مش موثق وهو وثق في اتحاد الكوره؟ انا ما اعرفش بقى الامضه دي صح ولا غلط، ولا الختم ده جايبه منين ولا. اصل ده كلام لا بس يعقل. اللي خلى رزق يقول لي كده لان هو واثق مليون في المية من العقد التاني اللي مع كابتن تامر نحاس. اه، فتامر النحاس كان موثق هو كمان من اتحاد الكوره. طب بالظبط. هل رزق اصلا دفع فلوس تاني لنبيل ابو زيد ولا لا؟ لا لا هو اصلا لو ليه سلطه عليه كان راح شكاية وش من غير ما يقول له، يعني لو الامضه فعلا والتوثيق صح اه. كان شكاه لاتحاد الكوره طبعا زي ما راح اشتكاه. طيب بس. دايما الوكلاء يقولوا ان اللعيب بتبقى السبب، واللعيب بيتنمرض عليا ما بيجي له حاجه اكبر او يروح نادي اكبر. ازاي؟ يعني مثلا في بعض الوكلاء بيقولوا ان اللعيب مثلا ما بيكون لسه جاي او لسه ما راحش فريق كبير، فانا بظبطه وادخله النادي، وبعد كده ما بيروح هيجي النادي مثلا اهلي او زمالك او نادي كبير، مم. خلاص بقى بيردش عليا ويتنك، ولو حد جاب له حاجه فبيسيبه. واللعيبه نفسها بتقول لا، الوكلاء هم السبب، الخراب والسبب والسبب. هنا بقى يعني انت شايف الموضوع ده ايه؟ او مين الصح ومين الغلط، او ايه اللي بيحصل بالظبط؟ والله هو الموضوع بنسب، يعني ممكن تقول بنسبة 80% مثلا. لا الغلط عند الوكلاء طبعا. غلط عند الوكلاء. اللعيب مثلا لو شايف ان الوكيل اللي معاه امم. بيجيب له حقوقه وشايف شغله معاه، اه. عمره ما يمشي مع حد تاني. اللي هي حقوق ايه بقى؟ يعني المفروض ايه الحقوق اللي ما بين الوكيل واللعيب اصلا؟ يعني دلوقتي انت مضيت ليا، ابسط دلوقتي انا الحقوق. وكيلك، تمام. المفروض ايه اللي موجود المفروض انا اعمله لك، وانت المفروض تعمله معايا ايه؟ ابسط الحقوق مثلا ان انت تخلي اللعيب دماغه بيفكر في الكوره بس، حلو. يعني اللعيب هنا ما بيفكرش في الكوره بس. امم. لعيب الكوره في مصر بيفكر في المشاكل واخر حاجه الكوره. اخر حاجه الكوره. طب انت فين الوكيل بتاعه؟ اه. ما فيش. الوكيل بيجي في شهر 6 و7 بس. تاخد الفلوس. اه. او شهر واحد. في يناير او اول الموسم. اه بس غير كده طب انتوا فين يا جماعه؟ اه. مش موجود. ده معظم الوكلاء ولا بنسبه مثلا 95%. 95%؟ ما اه. ده اللي انا شفته من خلال تجاربي، انا تجربك انت تجاربي انا اه. في الكوره، امم. في ال 12 13 سنه اللي انا لعبتهم. حلو. خلال اه. 12 13 سنه ما شاء اه الله، فانت 95%. بس ده اللي مفيش. يعني في غلط برضو تاني من لعيبه معينه. اللي هي اللعيب بقى. مثلا ممكن يبقى ما عندوش الخبره كافيه، ان مثلا الوكيل بتاعك مثلا كده كده نادي بيكلمك، حلو. فالوكيل بتاعك كده كده هيتكلم لك، تمام. فحد تاني يكلمه يقول له انا جايب لك وانا اللي هخلص لك ومش عارف ايه والكلام ده. فاللعيب لو ما مش بروفيشنال شويه وما عندوش الخبره هتلاقيه بيروح مع التاني. فده برضو من اكبر الغلطات اللي اللعيبه بتغلطها، امم. بيجري ورا اللي بيضحك عليه. يضحك عليه او اللي يقول انا معايا لك بالظبط، يقول عقد له في انا كذا. النادي ده مش هدخله غير عن طريقي وانا اللي معايا مفتاح النادي ده والكلام ده. هل صحيح ان الوكلاء فعلا بيبقوا مسيطرين على انديه معينه مش هيدخل غير عن طريقه؟ مش بنسبة مثلا 80%. اه. طب يعني في او نادي. في يعني الوكلاء ممكن يبقوا بيضحكوا على اللعيبة بالنغمة دي. طب ممكن تقدر تقول لي مثلا الوكيل ده مسيطر في النادي ده والوكيل ده النادي لا ده يعني مش بتاعه؟ محتاج ان انا اقول لك في حاجات واضحة وضوح الشمس يعني والناس كلها مثلا. عارفاها.
لا بلاش. 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 تمام.